انا سبق ليا في واحد الفيديو هضرت على واحد الموضوع اللي هو التعميم لغة الجهلاء. التعميم لغة الجهلاء، لحقاش في ظل هذه الفتنة وهذا التطاحن وهذه الحرب الرقمية في مواقع التواصل الاجتماعي ما بين يعني واحد الجماعة من المغرب وجماعة من الجزائر. بعض الناس مثلا في المغرب بشدة الكره ديالو والحقد ديالو، درجة الحقد ديالو اللي وصلات على النظام وعلى الجهة يعني الجارة الشرقية ديال الجزائر، ومن خلال يعني هذاك الانطباع ديالو في مواقع على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، فاش يشوف بزاف ديال الجزائريين تيعلقوا بواحد التعليق خايب، فهو تيولي يجمع كلشي، تيولي يعمم كلشي، تيولي يقول لك هاد الشعب هذا، هاد 40 مليون ديالهم ولا 45 مليون ديالهم راه كاملين مسطين، كاملين مفلسين، كاملين ما عندهمش العقل، كاملين هذاك النظام الخبيث روضهم وما بقاش فيهم يعني شي واحد اللي حمر الوجه. وهضرت على هذه القضيه، قلت بان التعميم في الحقيقه لغه الجهلاء. ففي اي بلاصه كاين الصالح والطالح، كاين المصلح وكاين المفسد، كاين الصالح وكاين الفاسد، كاين المسطي وكاين العاقل، كاين السوي في عقله وكاين الغير السوي في عقله. وما تمشيش بعيد، شوف انت دابا على البلاصه انت اللي ساكن فيها، شوف غير بعض مرات افراد من نفس العائله وربما من نفس البطن، شوف ربما غير الناس اللي خدامين معاك، تلقى كاين اللي مسطي وكاين اللي سوي في عقله، كاين اللي عاقل وكاين اللي غير عاقل، كاين اللي تناقش معاه وكاين اللي ما تجلس معاه حتى في سبيل الله، وهكذا. وراه نفس الشيء ينطبق على اي مجتمع واي بلد واي دوله. فالتعميم ملي تتعمم فكن على يقين تتكون انك تعديتي على راسك وتعديتي على ذاك القوم وبديتي تتجمع في الذنوب. فدائما الانسان يكون واعي بهذه المساله، وراه الاخيار والصالحين راه ما خطاو حتى قنت. وخير دليل على ذلك هو هذه المداخله ديال هذا الفقيه، هذا الامام، هذا الشيخ الجزائري اللي هو في الحقيقه معروف، اللي غادي نتعرفوا دابا على السميه ديالو وغادي نتعرفوا على المداخله ديالو اش قال فيها ديريكت قدام هذا التافه ديال الحفيظ الدراجي. وسبحان الله العظيم، كيف سبق لي قلت في الموضوع ديال التعميم لغة الجهلاء، هذه القاعدة هذه بالنسبة لي هي من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى على أن الإنسان هو مخير وليس مسير. الإنسان هو مخير بطبيعة الحال. اش نقصد بمخير؟ يعني مخير في الاعتقاد ديالو، مخير في الأعمال ديالو، مخير في الأفعال ديالو. وهذه من أعظم آيات الله تعالى، بأن الله سبحانه وتعالى هو ليس بظلام للعبيد. وهذه من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى، بأن الإنسان لا يمكن في أي حال من الأحوال باش يتخذ ليه كشماعة، وكونه أنه تزاد في واحد المجتمع ولا تزاد في واحد الوسط ولا في واحد البيئة معينة ولا أنه في واحد الدولة ولا في واحد البلد نهائيا. لقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ما المقصود إنا هديناه السبيل؟ أي بينا له طريق الحق وطريق الضلال، بينا ليه ها الشر ها الخير، ها طريق الهدى ها طريق الضلال، بينا ليه فطريا بالفطرة، بعد الفطرة السليمة التي يولد عليها الإنسان، وحتى تيكبر الإنسان إلا دار شي حاجة خايبة راه تيكون عارف وتيكون على قناعة داخلية بأنه راه دار واحد الحاجة خايبة. والنوع الآخر من البيان ومن الهدى هو هدى البياني، يعني عن طريق الرسالات السماوية اللي رسلها الله سبحانه وتعالى البشرية عن طريق رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.